السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحيي المشاهدين قناة حماطة على التيك توك واليوتيوب. المهم يا شباب، للماكينة عنصرين مهمين جدا، ألا وهو الماء والزيت. الماكينة ما راح تشتغل أكثر من ساعتين بدون مويه وبدون زيت، خاصة الزيت ممكن أول ربع ساعة على طول الماكينة تنتهي. فبالنسبة لماكينة ديدسن، ماكينة ديدسن هذه جبارة، هذه يسوون عليها تعديلات فتتحمل ضغط. أكثر خراب ديداسن طرمبة الزيت، لأنه يستخدمون زيت ثقيل 20-50، والطرمبة لها بستم. هذه طرمبة الزيت بإمكانك تغيرها، لها 4 مسامير. شوف الرجال هذا غير طرمبة بعد ما طلعت صوت. شوفون كلامي والله ما شفتها، بعد ما طقطقت معاه راح غير طرمبة. المفروض كل 250-300 ألف 200 ألف اللي محافظ يغير طرمبة زيت حق الديدسن. إذا كان معك ديدسن باقي الماكينة سليمة ما فيها شيء، حتى لو ما طلعت صوت. إذا طلعت صوت انتهت، يعني قالت أنا خربانة، قبل ما تخرب غيرها. غير الطرمبة على طول. أي واحد سمعني معه ديدسن غير الطرمبة ب 160-170 ريال أصلي وكالة. هذه أول نقطة عشان تعيش معك الماكينة. والله ماكينتي وضبتها ما فيها أي شيء، يعلم الله، كلفتني توظيف 8000. وماكينة الديدسن راسها من أصعب الروس، لأن فكيت الراس وديته مخرطة، المخرطة راح تمسح الراس وتخرط لك البساتم خرط 50 وتركب. في ناس ما تصنفر البلوف. وين البلوف؟ وين البلوف؟ هذا البلوف ما راح تصنفر البلوف ترجعها زي أول. مثلا هذا الديدسن 4 بساتم، 1 2 3 4، يشيل البلوف هذه ينقلها هنا يغيرها لك ويصنفرها أي كلام. تشتغل السيارة تفتف زي سيارتي تفتف إلى الآن، لها 3 سنوات. حاولت فيها بجميع أنواع السبل، ما في طريقة إلا أفك الراس، وأنا معي والله ما أبغى أفك الراس. فالأفضل الديدسن. اللي معه ديدسن اسمعني، يروح غير الطرمبة وراح تدعي لي عشان ما تخش في خسائر وتغيير مكاين. ولا ماكينة ديدسن ما عليها خلاف، تتحمل وقوية. هذا أول عنصر انتهينا منه، خاصة والسوناتا وكثير سيارات. إذا تقدر تغير طرمبة، بعض الطرمبات تيجي جوا الماكينة لازم تفك الصدر وتفك، وبعض السيارات لا طرمبتها برا. فاللي يسمعني يغير طرمبة الزيت. وهذه مكان طرمبة المويه. إذا كنت تستخدم مويه بلدية فراح يخرب لك مجاري المويه ويصدي بالمروحة، يصدي بطرمبة المويه. ممكن مرات تكون طرمبة ما تهرب ولا شيء، ولكن الريش اللي جوا متكسرة، وتتكسر الريش وتروح في مجاري المويه اللي هنا وتسكر المويه، ما تخليه يدور بشكل سليم، والسيارة ترتفع عليك الحرارة. فأهم شيء مويه أصلية. أهم نقطة بعد ما تخلص من الزيت مويه أصلية، وتأكد من الخراطيش انها سليمة مع تسييخ اديتر، ضمن دائرة الماء بشكل كامل. وفيه خراب يجي خفي في السيارات زي الطبة هذه طبة مويه ما تشوفها، الجير يجي مسكر عليها والسيارة تنقص عليك مويه ولا تدري من وين ينقص. وخاصة إذا كنت تستخدم مويه بلدية، المويه البلدية ما راح يطلع، إذا كان تهريب قوي ما راح يطلع آثار، يصب مع الجير ويختفي المويه، وانت سيارتك ترفع حرارة لين تخبط الماكينة أو يلتوح الراس وتخش في توظيب وفي. فتأكد إنك تركب مويه أصلية، وتغير طرمبة الزيت إذا كنت تسمعني، وتغير الزيت على 3000-4000 إذا تأخرت مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طبعا يشمل جميع السيارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حيوب حماطة، بحبكم حماطة. نصائح ذهبية بدون مقابل، وشكرا.